خدت دمه الخفيف، وده قوي خدت قوته، وده طويل خدت طوله، وده شعره ناعم خدت شعره، وده يعني خضرة خدت مش عارفة ايه، خدت كل الصفات في وقت واحد وكونت بيها حلول وكونت بيها شكل. الشكل ده يبقى جميل، خدت بالك، وقوي، عندي حكمة وعندي قوة مثلا. فالمشكلة في الاي اي انه بيعتمد على حاجتين صعب البني ادم يبقى عنده. بني ادم واحد يبقى عنده، هو فاتح على كل العلوم في وقت واحد. زي ما انت بتقول هو واخد نقاط القوه بتاعت اكتر من شخص، المخزون الستوك اللي عنده ستوك البشري من جدا. اول ادم الى الان هو باصص عليه في لحظه واحده. للاسف هصدمك تاني، we are really قربنا خالص to get there، لان الاي اي هو الفرانكشتاين اللي احنا بنصنعه اللي هياكلنا في الاخر. فهو هيعمل ايه؟ هو تول للبروفيشنالز دلوقتي. الخطوه الجايه هيبقى اوبر، هيلغي التاكسي، وهيخلي اي انسان يبقى بيوصل، واي انسان اير بي ام بي بيته بقى اوتيل. فهو دلوقتي هيلغي مهنة الانتيريور ديزاين، هيلغي مهنة الاركتكت، هيلغي مهنة الميكانيكال والسيفل انجينير. ده انا بقوله وانا مسؤول عن كلامي. هيبقى ما لم تكون شخصية فذة جدا في هذه الفيلدز. انا عينك ليه في شركتي؟ الشركة اصلا بتستعمل الحاجات دي بالاي اي، وده واضح جدا في مهن كتير جدا ابتدت تتراجع وتتلاشى بسبب وجود الاي اي. فهو خطر وبقينا عايشين فيه، وللاسف او هي دي سنة الحياة وسنة الطبيعة. زي ما المدنية مثلا ذبحت الساموراي والمماليك، في حاجات كتير جدا هتندثر زي الطربوش كده بسبب الاي اي، لانه هيبقى فيه بديل. فانت لازم تشتغل في حاجة مثلا بتخدم الاي اي بقى، تبقى انت if you cannot beat them join them. الابل ده تقريبا 84 85 مش متاكد. كده باين، كده باين اهو. هو ده زي ما بتقول انا عاوز اتواكب. فواحد كنت الاول سامع ان في كمبيوتر، فكنت بروح عند ناس عندهم كمبيوتر بنقعد ندي كوماندات بالدوس وبالمش عارفه ايه، عشان ما اقدرش انا ابقى في كمبيوتر في العالم وانا ما فيش. طبعا الدوس وبتاع لا هعرف ارسم بيه ولا اعرف، بس ايه اسمي عاوز ان انا احك في الكمبيوتر. اول لما نزل الابل بقى برسم بيه 84 85 كنت بقعد ارسم للعميل بيه. طبعا عميل فاتح بقه مش قادر يصدق ده كمبيوتر، بيتعامل مع كمبيوتر. يا جماعه الراجل ده بيتعامل مع كمبيوتر. بس بدون تزويق كلام كده وتزيين. عايز الريل. الريل. النهارده هتعمل ايه؟ النهارده هبقى مع ربنا تماما يعني هبقى هنسلخ من الحياة ومن سقية الحياة لسقية الآخرة. ف يعني مش هقول لك انا لا انا هعمل اللي انا بعمله وان انا مش عارف ايه، ده كلام كده سيكو بيكو. ابويا مش هقول له ايه. ابويا في مشكلة دايما مع الاب العبقري، دايما انك انت عاوز تثبت له انت كويس زيه. you are as good as. فهو
توفى وانا بداية نجاحي. هو كان من النوع اللي هو دايما ما يمدحش خالص، يعني كان الاب اللي هو دايما يعني هل انا كويس؟ ما لسه انا مش عارف. يعني الناس كلها بتقول عليا كويس، بس هو ما طلعهاش. لكن سمعته مره في التليفون، ايام التليفون اللي بالخط ده، بيكلم حد بيقول له ده بيتكلم عليا كويس. بقيت يعني واو، يعني مذهول يعني. نفسك تقول له انا عاوز اوري له انا عملت ايه، عاوزه ينبسط. اهم مسج دلوقتي عاوز اقوله له انه اللي بنتي قالته في اللي بنتي قالته في قالتها حاجه مهمه جدا عني بتكوين شخصيتي، وهي جايه من ابويا، ان هو ما عندوش impossible. هي قالت كده، هي اي حاجه بيخشها ب- هو عاوز اقول لابويا انك انت اللي علمتني ده لما كنت انا عندي 9 سنين، والشركة الاسمنت اللي انت كنت شغال فيها توقفت تماما بسبب حريق ونش عملاق، وانت كنت مهندس كهرباء مالكش اي علاقة بالميكانيكا ولا بالحديد. قلت لهم انا هعمل الونش، ومضيت على انك انت تعمله في 15 يوم، وانا ما شفتكش 15 يوم. وبعد 15 يوم سلمت الونش. تلت انتاج مصر في الاسمنت توقف بسبب حريق هذا الونش. فلما هو، خلي بالك بقى ريفرس انجينيرنج، ان هو يعلم ابنه بدون ما يديله موعظة، بدون ما يقول له يا ابني الانسان الكفاح الحياة، لا، انا كل اللي عرفته وانا عندي 9 سنين ان هو وعد انه هيعمل حاجة ما يعرفش عنها اي حاجة وسلمها. ده من الجات فيلينج ومن القدرة. ففهمني نظرية السوبرمان اللي انا اعتنقتها، لانه لقيت انه اي شيء انت هتخلص له ونيتك تبقى وفي السكوب بتاعك. طبعا انا ما اقدرش مثلا انا ابقى اغني ام كلثوم وانا صوتي وحش يعني لكن في النطاق الهندسي بتاعي بقول وات اف واي نوت. امي كان علاقتها يعني ربنا اداها العمر بعديه بمده طويله، فاتهنيت بيها. لكن ابويا مات بدري، وانا ما قدرتش اقعد معاه، ما قعدش معاه. فهو كان نفسي اقعد معاه، كان نفسي ادلعه. اينشتاين. هتقول له ايه؟ هقول له ينقض لي نظريات ستيفن هوكنز في المالتيفيرس، لان دي حاجه بالنسبه لي مهتم بيها جدا جدا، وبتحل لي مشكله كبيره في كينونه الاحلام وكينونه الديجافو وكينونه الميريت والديزرت، الاستحقاق، نظريه الاستحقاق اللي محيراني جدا. انه ليه انا استحق المكان اللي انا فيها، اتولدت بيها. انا اتولدت في مكان مناسب في وقت مناسب بموهبه مناسبه مع اب وام مناسبين عشان ابقى عمرو حلمي ومايكل انجلو وستيف جوبز واينشتاين اتولدوا بنفس هذه المواصفات في الوقت المناسب. عارف التوقيت الميلاد نفسه هو العبقرية في توقيت الميلاد. عاوز ابقى صادق، عاوز ابقى يعني لو كنت تعيس في حياتي كنت قلت لك انا تعيس. لكن يعني لو تشيل مني حتة القلق هبقى اسعد انسان في التاريخ.